ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ الف مبروك لنا كلنا، وصلنا عملات دوجز للمحافظ بتاعتنا، وان شاء الله سعر العمله يكون مرضي لنا كلنا ويفرحنا كلنا باذن الله. فانا حبيت اعمل فيديو سريع للناس ازاي تتعامل مع السوق اول ما السوق يفتح باذن الله الساعه 3 بتوقيت مصر، او بالظبط كمان ساعتين من دلوقتي. والفيديو ده للناس اللي مش بتعرف تبيع خالص، والناس اللي بتعرف تبيع هديها برضه شويه خبرات ممكن تنفعها باذن الله. اول حاجه انا هشرح عن منصه باينانس، وخليكم عارفين ان منصه اوكا اكس او بايبيت او بيتجت كل المنصات دي كلها بالظبط شبه باينانس في حته البيع والشراء وكده يعني، فمش هتلاقوا اي اختلاف حرفيا بين كل المنصات دي. فانا حبيت اشرح على باينانس عشان دي المنصه المشهوره اكتر والناس اللي كلها بتستخدمها يعني. لكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتسيب لايك واشتراك في القناه عشان يجيلك كل جديد مننا، ويا ريت تنورني في جروب التليجرام تحت في الديسكربشن، ولو عندك اي استفسار هحاول اساعدك باذن الله. ويلا بينا نبدا الشرح. اول حاجه هتخش على كلمه المحفظه تحت على الشمال، تتاكد ان الفلوس الفوري، هي غالبا مش هتلاقيها في التمويل، هي بتبقى على طول في الفوري. ولو لقيتها في التمويل انت بتعمل كلمه تحويل دي وبتحول من فوري التمويل او العكس على حسب ما العمله عندك فين. تمام كده؟ بعد كده هتخش على كلمه التداولات اللي هي في النص اللي تحت في النص دي، كلمه التداولات هتدوس على كلمه بي ان بي على يو اس تي او ايا كان عمله ظهر لك دي، وهتكتب كلمه دوبس ظهر لك العمله اول واحده اهي. تمام، اللي هي الدوجز اليو اس دي تي. طبعا السوق لسه ما فتحش، هتلاقي كلمه شراء وبيع. طبعا احنا مش هنشتري، احنا عايزين نبيع اللي معانا، هتدوس على كلمه بيع وهتختار كلمه طلب السوق. تمام، اللي هي الثانيه دي طلب السوق. طبعا لما السوق يفتح هشوف انت عايز تبيع قد ايه من عملاتك، فانت مثلا لو عايز تبيع كل عملاتك وتحولها يو اس دي تي هتشد الخط دون كله على الشمال وهتدوس على كلمه بيع. طبعا لو دوست بيع يقول لي ما ينفعش، تمام، حتى حطيت اي حاجه يقول لي ما ينفعش عشان انا السوق لسه ما فتحش، يعني ما فيش اي انتهاش عشان السوق اصلا ما فتحش. تمام كده؟ ولو حبيت تشتري تاني العمله نزلت وحبيت تشتري تاني هتدوس على كلمه شراء وتكتب مثلا انت عايز تشتري بقد ايه يو اس دي تي. تمام، وهتعمل كلمه شراء. وخليك متاكد انك على كلمه طلب السوق، لان كل اللي طلب حد وطلب وايقاف الحد وايقاف المزايده والكلام ده للناس المتقدمه اكتر يعني. واظن اللي داخل الفيديو يكون داخل مبتدئ اللي هو عايز يبيع ويشتري، يبيع ويشتري بس كده. ان شاء الله سعر العمله يكون مرضي لنا كلنا، ويا رب الفيديو يكون عجبك. ولو عندك اي استفسار كلمني في جروب التليجرام تحت. اشوفكم على خير الفيديو القادم.